من الشعراء الأعلام على مستوى سوريا والوطن العربي، بل وعلى مستوى العالم أيضا، لأن هناك كثيرا من نصوصها تترجم إلى الألمانية والإنجليزية. هي الأستاذة الشاعرة بهيجة مصري إدلبي، إجازة في اللغة العربية من جامعة حلب، دبلوم في التربية وعلم النفس، عضو في اتحاد كتاب العرب، عضو في اتحاد كتاب بلا حدود ألمانيا، عضو في اتحاد كتاب الانترنت العرب، عضو جمعية العاديات بحلب، عضو نادي التمثيل العربي بحلب. حائزة على جوائز محلية وعربية، منها في الرواية جائزة دار الفخر سنة 1998، 2 جائزة الصدى في الأمارات العربية، في الشعر جائزة طنجة في المغرب، 2 جائزة ناجي نعمان لبنان، 3 جائزة عقاص سنة 1998، 4 جائزة الشيخ بدر النعساني عام 2000. في النقد جائزة الإبداع في الشارقة لعام 2004 عن كتابها القصيدة الحديثة بين الغناء والغموض. في المسرح جائزة أفضل نص مسرحي في السعودية لعام 2003. في القصة جائزة المزرعة القصة القصيرة. صدر لها في الشعر 10 مجموعات شعرية آخرها تقاسيم حلبية، صادر عن الأمانة العامة لحلب عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2006. في الرواية لها 3 روايات آخرها الغوي، منشورات دار كنعان. في أدب الأطفال الضاد تغني صياغة قواعد اللغة العربية للأطفال الشارقة عام 2001. الضاد تحكي 4 أجزاء قصص، حجر بيد ودم بيد شعر. في النقد القصيدة الحديثة بين الغنائي والغموض، دار الثقافة والإعلام في الشارقة عام 2005. الأستاذة بهيجة مصري إدلبي أن تتفضل وتسمعنا مما قد حضرته لنا. والبوح قد حل قيوده، قمرا قد أكمل اليوم شروده، باتجاه الصمت أمضي أيقظتني نجمة تغفو على روحي وحيدة. أي هذا السر يا هذا المساء، ما الذي تخفيه للروح العنيدة تحت إبط الغيب في عتم الرؤى؟ خنجرا يطعن صمتي أم قصيدة؟ أسعد الله أوقاتكم جميعا. أنا امرأة رؤياي سري ومعبدي، إذا تاهت الأسماء أبدو فتهتدي، تبوح أساطير الهوى بين أحرفي، وتهوي نجوم الكون حين تنهدي. أنا امرأة في حلمها رحلة المدى، تبوح لها الأيام في سرها الندي، فلا تنهض الأسرار إلا لصوتها، ففي صمتها سر الرؤى والتهجد. إذا البحر أعطاها مفاتيح موجه وأعماقه، قالت لأمواجه اسجدي. أنا المرأة الشمس التي لا يطيرها، أكان سحاب أم ظلام بسرمدي، لها الليل أحلام وأسرار مبدع، وحين تراه نائما حول مرودي، وحين تراه في فناجين قهوة يعيد على الكهان سرا من الغد. أنا المرأة السر، أنا المرأة السر التي تجهلونها، مفاتيح هذا الكون تحملها يدي. أنا من فيضه الحرف، أنا من فيضه الحرف، وفي غيبوبة الأسرار حال الحال والأحوال والوصف. أعيد الوهم كي يمتد في الممتد، أو يرتد في المرتد، يسعى في المدى بصره فينهض من تقلبه بي الطرف. أرى ما كان فيما كان، تلوب الأحرف الملقاة في ياقوتة النفس فيسلب صحوة الخوف. أنا جاوزت ما جاوزت بالأشواق،
حين اشتاق في أعماقي النزف. أنا كينونة الأسماء في الأسماء، فيما غاب عني الفهم غاب الغيب والكشف. تماهت بي لما واستغرق الكيف. أنا فيما رأى الأشهاد في الآزال والآباد، أنا من فيضه اللطف. أنا إن غبت في غيبوبتي عني وأسرى في حين احترت في نجواه، من أسراره العصف. فجاز الحال واستجدى على أبوابه الطيف. أنا في ظله ظل، أنا في ظله ظل، وفي آلائه الوقف. أشرق الليل بنا لما دنا، وانثنى بوحا تجلى بيننا، فكأني فكرة أوحى لها خاطر جاز المدار الممكنا. قال: من أنت؟ أنا روح الهوى، أنا من أهوى ومن أهوى أنا في حال فنائي شاهد، ووجودي أن يرى في الفنا. أنا روح حل فيها وجدها، فإذا الوجد لها منه دنا. وعمائي في رؤياي به، كفنائي فيه رؤياه بنا. فإذا أبصرتني أبصرته في صفاء من تواشيح الضنا. إنما السر كشوف تنجلي، فإذا أبصرته أبصرتنا. وإذا نادى على روح جلت، وإذا ناديته القلب انحنى. وإذا الشوق طواني وجده، أدركتني الحال في أقصى المنى. أنا في العشق غياب حاضر، وحضور شاهد عما جنى. إنما العشق وحالي غائب عن أنافله، فهو ضم الأنا. أن أراني في مرايا وحدتي، أهلكت أسرار روحي البدنا. فكأني لم أزل في نوره، وكأني لم أكن يوما هنا. من لي إذا الداء مني بي سرى الداء. من لي إذا الداء مني بي سرى الداء. وهم بالقلب عشق فيه إغواء. أخفيت بي ما سرى بالغيب فانكشفت نوافذ روحه، والكشف إغراء. حملت ما لو بدا للناس حل بهم، من الصبابة أشياء وأشياء. فالعشق إن شاء يخفي سر نشوته، والسر لا ينجلي كشفا لمن شاء. والعشق حامله يفنى برحلته، إن الفناء به فيض وإفضاء. حملته فارتدت روحي مسافتها، وغبت عني وما للروح ميناء. وذلني ولهي في من ولدت به، إن الأعزاء إذا اشتاقوا أذلاء. حل الهوى في دمي سرا ليقتلني، فحل لي منه بعد القتل إحياء. يا غائبا قد بدا في غيبه شغفي، وفي الخفاء بدت في الصمت آلاء. وما بدا من هوى مني بلا صفة، فاق الذي قد بدا والروح عمياء. نزلت في منزل حفته عتمته، والعتم في معجم الأرواح إبداء. فماذا بي شغفي حين استوى بصري، ورحت أبصر والأشياء أسماء. حارت بك الروح والأشواق منزلة، فضمها للرؤى في الليل إسراء. القصيدة الأخيرة. السؤال يا أستاذ مصطفى. لأني لا أرى غيري أراك، لأني لا أرى غيري أراك، فأنت أنا وفي سر
إليك ما أخفي فهامت مسافاتي إلى أقصى هواك، كأنك حين تشرب من دناني تصب الخمر في روحي لظاك، فأرفع ما ترسب في دمائي إلى ما قد ترسب في دماك. أنا سر خفي لا يراني لأني لا أرى غيري سواك، فخذ ما شئت من شكي يقينا ومن صمتي حياة أو هلاكا. أنا في وحدتي كالماء وحدي، وأنت هناك في قاعي هناك. أحبك إنما لأحب نفسي وأبلغ سرها في منتهاك. إذا ما الليل أغراني بلحن وكان حنينه في انتهاك، تركت الروح تسري في مداها لأدركها إذا القلب احتواك. أنا ما كنت إلا كي أراني وأعرفني وإن ضلت رؤاك، أمزق عن رؤى روحي ضبابا يحوك على مسافات شباكا، لأكشف ما تراكم في ضلالي وأعرف ما اعتراني واعتراك. أحبك فلتكن مني لأني وإن جاوزت آفاقي صداك. بلغت الصمت حين أردت قتلي، وسهمك كنت تشهد إذ رماك. رأيتك والهوى أمسى هلالا فكنت الريح تنصب لي شراكا، ولكني لأني لست غيري سأبقى في حمى صمتي ملاكا، وأمضي كي أرى أسباب كوني وتمضي دون حبي في عماك. أعلمك الهوى لا كي تراني ولكن كي ترى ما في حماك. أنا الرؤيا وأنت هنا ضلالي، أنا أهديك إن ضلت خطاك. فكن ظلي لتبلغ سابحاتي، وكن سري لتبلغ مبتغاك، وكن نفسي لتعرفني تماما، وكن روحي لتفنى كي أراك. أنا لم يعد يوحى إلي وما نطقت عن الهوى. من أين جاءتني النبوءة أن من أسلمته قلبي على قلبي غوى، وما نطقت عن الهوى. أنا لم أكن ماء ولكن البحار تناسلت من صرختي. أنا لم أكن ملحا ولكن الملوحة أزدلت من دمعتي، وتساقطت في البحر كل خزائني، وفقدت ما يوحى إلي وفقدت روح هدايتي، فضللت أسرار الهوى وما نطقت عن الهوى. شكرا لإصغائكم. ما صار. أنا اللي بعرفه عن الأستاذ مصطفى عرب أنه دائما بليغ بالوصف، لكن لأول مرة بشعر أنه قد قصر في وصف الأستاذ بهيج. فالجمهور بتصور يمكن ما حدا تحرك مع الكراسي، فأتمنى أن تقبلي دعوتي مرة ثانية إلى المنبر لتسمعين المزيد. هذا لا يعني أن الأستاذ عامر منقوص حصتك، سنسمعك أيضا مرة ثانية. أشكركم جميعا، وأتمنى أن لا أطيل كثيرا، وأشكر إصغائكم. سألت الروح عن سر الخلود وعن آفاقها خلف الحدود، فقالت لي: أنا في الوجد سر، وجود الوجد في وجد الوجود. فقلت لها: أفيضي كي أراني إذا ما دخت في فيض الشرود. فأعمتني بفيض من ضياء وطافت بي على نهر الورود. شربت السر كأسا من خيال، ورحت أغيب في الصمت البعيد
رأيت منازلي وسمعت صوتي، أنا في الوجد في العشق الشديد. أما من يكشف الأستار عني ويحملني إلى أقصى حدودي، فهام النور حولي، ثم أوحى إلى روحي لتفضي بالمزيد. فقالت لي: هنا في البرد كشف، وكشف سر في الليل المديد. فقلت لها: إذا الأسماء تاهت أعينيني على الوهم الطريد. فقالت: أنت في برقي مساء، ونور الكشف بي من بعض جودي. إذا أسررت لي أخفيت سري، فسري خلف خافية المريد. إذا ما شئت أسبابي وبابي، أنا في عمق أعماق السجود. فقلت لها: أرى. قالت: عماء، فلما تبلغي بصر الحديد، ولما تبلغي آلاء وجدي، فمدي في مدى مد المدود. وقالت لي: إذا أفشيت سري بلغت، وأنت من طين عنيد. وأهواك الخلود فلا مكان يضم رؤاك في سفر الخلود. خذي مني وعني سر وجدي. فقلت لها: أنا وجدي وجودي. فقالت: قد أدركت سري، وجود الوجد في وجد الوجود. في النهاية، وأتمنى أن لا تكون النهاية، كلمات تأتي بعد شعر كهذا لا سماع فيها، لأن من لفظها شاعرة عظيمة. نحن فخورين جدا بأن تكون بهيجة هي شاعرتنا اليوم، سيبقى ذكرها دائما. شكرا لك والأستاذ عامر، شكرا أستاذ مصطفى، أتحفتنا دائما، وإن شاء الله في القادم سيتحفنا أكثر. إلى اللقاء جميعا.